بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نبدأ بالسؤال مع الأخ العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ حياك الله. عندي لك سؤال وجائزة دهاء تكون جائزة الآخرة لك. تقبل؟ أيوة. كم أركان الإسلام؟ أركان الإسلام 5. الإجابة صحيحة. لقد فاز وجاوب الإجابة الصحيحة. ولقد أنت قد اشتندى ما اسمه. قلت احنا قلنا لك الجائزة للآخرة لك، صح ولا لا؟ أيوة. خلاص جيب لواحد من هذا صدقة. على محمد العجيم. خلاص. وشكرا لك الأخ نور الدين. عندك كذا كلمة له؟ والله ننصح الشباب أن يكونوا يصلوا الصبح، يصلوا جميع الصلوات، وأن يصوموا رمضان، وأن لا يكونوا مثلا يخزنوا بالقات وينسوا القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو كلام الله وأنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشكرا لكم. وشكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن معنا الأخ رمزي. سأسألك سؤال تشهد للآخرة. للآخرة. الأخ رمزي قال أصايا جني ما هو أكبر حيوان؟ الفيل. الإجابة صحيحة الفيل. ولقد ربح جائزة من عنده. ولا آخرته تسأل آخرتك اعمل صدقة. أي واحد لنا صدقة لواحد مننا. ما برجع تاخذ صدقة أنت قلت لآخرتك تشتاق اشيل الدنيا. ايه خلاص أول كلمة. لا دنيا كلمة. ورحمة الله وبركاته. نسأل الأخ فيصل سعيد. هرب تشتغل الآخرة كلها بالدنيا. ما هو أي اشتري اجره بالدنيا واشتري اجر بالاخره. لا بالآخرة ولا بالدنيا؟ اشتري الدنيا حب واحدة واشتري الاجر الاخره. حبة ما هي الآخرة هي اشتري الاجر للاخره والاجره للدنيا. لا رضي للآخرة. ندي لك سؤال. المسلم إذا فطر يسمى فاطر. ها؟ المسلم إذا فطر يسمى فاطر. المسلم لا ما يسمىش فاطر. إذا فطر بالنهاء. بالنهاء؟ إيه؟ لا ما يسمىش فاطر. السلام عليكم. يلا معنا مشاهدينا الكرام. تعال نسأل امين طاهر. تعال امين طاهر. كيف حالك؟ كيف انت؟ رمضان كان شهر مبارك علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. شو اسالك سؤال تعني الاجر بالدنيا ولا بالاخره؟ بالاخره ان شاء الله. يلا السؤال كم اركان الاسلام؟ اركان الاسلام 5. خلاص لقد ربحت السؤال صحيح. لقد ربحت. جيب لنا 1000 ريال صدقه. 1000 ريال واصل. هذا الاجر الاخره. هذا الاجر الاخره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معنا الاخ امين طاهر. عندي سؤال والجائزه. من هو الشقي في رمضان ومن هو المحروم؟ الشقي في رمضان الذي يصوم يعني يفطر عن جارح لسانه. المهم الذي يمر شهر رمضان ولم يغفر له. هذا من هو؟ هذا الشقي. إجابة صحيحة. نعم الشقي هو الذي يدرك رمضان ولن يغفر الله له في رمضان. هذا الشقي. من هو المحروم؟ من هو المحروم في رمضان؟ أباقي السؤال الثاني. الذين من هو المحروم؟ الذي حرم من هو الذي حرم ثواب ليلة القدر. هذا هو المحروم. وهذه خلاص الجائزة يعتبر للاثنين. جائزة أحمد صادق. شوفوا أجواء رمضان عندنا حلوة روعة. الله ينعاد علينا بالصحة والعافية إن شاء الله. وشهركم مبارك كل عام وأنتم بخير. مبارك كل عام وانتم بخير. شهر مبارك كل عام وانتم بخير. صحة وسلامة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.